مساء الخير على حضراتكم مشاهدي ومتابعي تلجراف مصر في كل مكان. معاكم محمد العبساوي صحفي بالموقع، متواجدين حاليا في لايف جديد مع المحامية لؤى خلف بعد ما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي والكل حاليا بيتكلم عنها وعن القضية المثارة بشأنها. من ساعات قليلة أصدرت نقابة المحامين في سوهاج بقرار بوقفها عن العمل وإحالتها إلى يعني محاكمة تأديبية. احنا معانا لؤى النهارده هتحكي لنا ايه اللي حصل وايه كواليس القصة، لان في ناس كتير يعني بتتكلم عن الواقع انها بسبب الحجاب وبسبب لبسها، وكمان اعضاء النقابة وناس كتير تانية بتقول لا الموضوع ملهوش اي علاقة باللبس والموضوع ليه ابعاد تانية احنا مش عايزين نتكلم فيها. معانا لؤى صاحبة الواقع وصاحبة الشأن، هتكلمنا وتعرفنا ايه اللي حصل معاها بالظبط. بداية يا أستاذ محمد، هي الواقعة ما بدأتش من قرار وقف، هي بدأت بخبر مغلوط تم تداوله واستنى في المحكمة إنه حد من أعضاء اللجان النقابية تقول على أحد المستشارين إنه منعني من دخول المحكمة أثناء انعقاد جلسة معينة بسبب إن ملابسي مخلة. وتبين فيما بعد إنه السيد المستشار وضح إن الكلام ده مصدرش منه، وإنه قال للحرس وللسيد الزميل إنه لو الأستاذة لؤى محالة للتأديب كما أبلغوا أحد أعضاء مجلس النقابة، بلغوها إن هي ما تحضرش الجلسة. والمجلس وضح لمعاليه إنه كان يقصد زميلة أخرى من دار السلام مش الأستاذة لؤى إطلاقا. والسيد المستشار مشكور وضح فيما بعد إنه لا تداول شيء يخص ملابسي، وإن ملابسي لا تعني طالما أنا ملتزمة بالزي الرسمي وبالروب، وأنا أصلا يعني محامية جدول عام بتواجد في الجلسة للاستماع ليس إلا، وبأكد إن أنا لم أترافع أمام أي دايرة من الدوائر إطلاقا، لأن أنا حديثة قيد وجدول عام، غير مثبت حضوري بأي محضر أي جلسة من الجلسات، وكل اللي بيتم تداوله ده عاري تماما من الصحة. وبالنسبة للسيد عضو النقابة اللي بيقول إن الواقع ملهاش علاقة بالملابس، يعني أنا التحقيق اللي تم معايا داخل نقابتي الفرعية كان بيقول إن أنا بتواجد داخل أروقة النيابات والمحاكم بملابس لا تليق بالمهنة. طيب هو كان القرار النقابة واضح وصريح، بيقول انه بسبب انك استقويتي على زملائك وعلى النقابة بجهات اخرى، وعايزين نوضح برضو الجزء ده. ايه الجهات الاخرى اللي حضرتك استعنتي بيها؟ المجلس القومي للمرأة، لان انا مع تصاعد المشكلة ووجود دور سلبي للنقابة في بحث مشكلتي او تأخرها يعني. عملت منشن للمجلس القومي للمرأة في بوست على الفيسبوك خاطبته فيه، يعني انا حتى متقدمتش بشكوى رسمية، كان مجرد بوست خاطبت فيه المجلس القومي للمرأة بس. دي كل المشكلة؟ دي بداية المشكلة، مفيش اي حاجة تانية حصلت. بس طيب يعني انا اتمنى انه زي ما هم طالعين يقولوا الزملاء داخل محيط الدايره وداخل محيط محافظه سوهاج انه العلاقه ملهاش القصه ملهاش علاقه بالملابس، اتمنى ننشر صوره رسميه من التحقيق اللي تم معايا داخل النقابه، لانه بينطوي على الملابس فقط لا غير. هما دلوقتي طلع اتكلم اكتر من عضو في النقابة، قال صراحة الموضوع ملهوش اي علاقة باللبس تماما، ولكن الموضوع ليه ابعاد تانية. هم رفضوا يعني يقولوا ايه الابعاد التانية اللي هم بيقولوها، بس الكل بيقول ان الموضوع ملهوش اي علاقة باللبس. انت حضرتك بتقولي ان التحقيق اللي كان معاكي في النقابة كله عن اللبس بالظبط، والمذكرة اللي حررت دي والواقع كانت عن اللبس. فأنا يعني بتمنى وبناشد نقابتي المحترمة لو في أي أشياء أخرى غير اللبس أتمنى ننشرها على العامة زي ما نشرنا قرار الوقف على العامة. أنا ما عنديش أي مشكلة، وإن كنت ارتكبت خطأ مهني أنا ما عنديش مشكلة أتحاسب عليه. ما عندكيش أي مشكلة؟ لا ما عنديش أي مشكلة، لأن أنا لم أرتكب أي مخالفة. طيب انت عندك رسالة معينة عايزة تقوليها للنقابة؟ انا بس ما عنديش اي حاجة، لانه التحقيق ما انتهاش جوه النقابة. انا بس اتمنى السيد النقيب العام او النقيب الفرعي يتدخل لوقف المهزلة اللي بتحصل، لانه انا دلوقتي بيتم الاساءة لشخصي ولسمعتي وللنقابة
وانا ما كنتش اتمنى ان الموضوع يوصل لكده، وانا حررت محاضر واخدت اجراءاتي القانونيه وبلغت داخل مديريه الامن انه في مؤشرات كبيره جدا انه الحمله دي ممنهجه ومدفوعه، فاتمنى النقيب يتوصل للي ليه مصلحه للامور دي. مم. بس ده طلبي الوحيد. البعض على السوشيال ميديا بيقول انك طالعه اصلا علشان تعملي ترند، وان انت اللي بتثيري الجدل وبتعملي كل ده على السوشيال ميديا. ايه ردك لا، عليه؟ انا مش محتاجه ترند، ومحدش بيطلع يشهر بنفسه او يحب ان هو يتشهر بحاجه وحشه. مم. فاتمنى النقيب يشوف مين ليه مصلحه في نشر الاخبار دي ويوقفها عند حدها. مم. طب عندك اي تعليق تاني على الموضوع؟ قبل اللقاء قلت لي ان تعليقات السوشيال ميديا بتضايقك وانك مستاءة منها يعني. اكيد طبعا ليها تاثير على حياتي الشخصيه وحياتي المهنيه وعلى اسرتي وعلى نفسيتي، بس يعني انا شايفه انه المدنيين والمحامين وكل الناس بتحكي في قصه هي مش ملمه بيها بشكل واضح وصريح، وكلها عبارات مطاطه واتهامات مفيش عليها ادله. مم. بس الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا أثر عليكي وعلى أهلك وعلى اللي عندك في البلد عموما؟ أكيد طبعا الموضوع انتشر في جمهورية مصر العربية كلها، مش بس في البلد عندي، وده أثر على أهلي وهم متخوفين بكرة جاي بإيه يعني. بس أنا متأملة خير في النقابة، وأتمنى التحقيق يخلص بكل شفافية لصالح اللي ليه حق ياخده إن شاء الله. حابة تضيفي أي حاجة تانية؟ لا، هكتفي بالقدر ده. تمام. شكرا لحضراتكم مشاهدي ومتابعي تلجراف مصر في كل مكان.